النهاردة بقى هنعمل كشري الحلة الواحدة. ميزة الوصفة دي غير ان هي اقتصادية ومكوناتها متوفرة في كل بيت، لان هي ما بتاخدش وقت في التحضير ولا في التسوية. كل المكونات هنعملها في حلة واحدة، وهقول لكم ازاي كمان تعملوا البصل بتاع الكشري يبقى ذهبي ومقرمش وحلو كده زي ما انتوا شايفين. تعالوا نشوف المقادير وازاي هنعمله مع بعض. اول حاجه هحتاج كوبايه الا ربع من العدس الاسمر او العدس بجبه. هننقعه في ميه مغليه لمده ساعه. انا مش هغليه، هنقعه بس في ميه مغليه لمده ساعه قبل ما ابتدي في الوصفه. تاني حاجه هحتاج بصلتين كبار، ويستحسن يكون معانا البصل الابيض، يعني نستخدم البصل الابيض مش البصل الاحمر. ونقطعه ونحاول نقطعه رفيع بالشكل ده، ولو في حته بتبقى ماسكه البصل من تحت كده نقطعها علشان البصل في الاخر يطلع معانا مفكك من بعضه. وزي ما قلت لكم يستحسن ان احنا نستخدم البصل الابيض علشان بيكون لونه فاتح وبيكون مقرمش اكتر عن البصل الاحمر، لكن لو مش متوفر غير البصل الاحمر نقدر نستخدمه، مفيش فيه اي مشكلة. المهم ان احنا نقطعه رفيع بالشكل ده. بعد كده بضيف معلقتين كبار من النشا، وبحاول ان انا اوزعها كويس قوي مع البصل، وبحاول برضو ان انا افككه من بعضه بالشكل ده علشان لما اجي احمره يكون متفكك من بعضه، ما يلزقش في بعضه اثناء التحمير. في حله بقى تكون واسعه وتكون يستحسن ان هي تكون تيفال، هضيف نص كوبايه من الزيت. بعد كده هبتدي ان انا احمر معايا البصل. هحط مقدار من البصل مش كتير في الطاسه علشان يتحمر معانا كده بشكل حلو. ما نحطش الكميه كلها مره واحده. انا البصلتين اللي معايا عملتهم على مرحلتين، وزي ما قلت لكم يستحسن ان احنا نستخدم حله تكون واسعه وتكون تيفال او اي نوع يعني ما بيلزقش. ودي الحله اللي احنا هنطبخ فيها كل المكونات. بعد كده بنحمر بقى البصل. اول ما يوصل معانا للون الاشقر الفاتح بالشكل ده هنقفل بقى النار وهنبتدي نطلع البصل. بس نقفل النار علشان لما نيجي نطلع كمية البصل يفضل معانا فاتح، ما يتحمرش او يتحرق مننا. هنحطه بقى على مصفى وعليه رشة ملح. زي ما انتم شايفين بيطلع معانا مقرمش ولونه فاتح وذهبي وحلو جدا. هكمل بقى كل كمية البصل بالطريقة دي. انا مش عاملة كمية كبيرة، عاملة بصلتين، وزي ما قلت لكم عملتهم على مرتين بس. وانا بقلي الدفعة التانية من البصل حصل حاجة غريبة كده في الزيت، وهو ان الزيت عمل رغاوي زي ما انتم شايفين كده. واللي عنده تفسير للحركة دي ياريت يقول لي في التعليقات. هنا بقى لحد ما البصل لونه بقى فاتح او ذهبي فاتح بالشكل ده، هنخرج بقى كل كمية البصل على المصفى مش على مناديل، علشان لو طلعناه على مناديل بيطرى معانا. شايفين لاخر شوية شكلهم ذهبي وفاتح وحلو جدا، وده سر لون وقرمشة البصل بتاع الكشري. وتقدروا بقى تستخدموه على البصارة او اي وصفة انتوا تحبوها. بعد كده نقصت طبعا كمية الزيت، اخدت بس 4 معالق كبار من الزيت، من الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، ونزلت عليه وكوباية من الشعرية على نار هادية. بقى بحاول ان انا احمر الشعرية لحد ما يبقى لونها ذهبي فاتح. وبعد كده هنزل عليها بكوبايتين من الرز المصري، غسلته وصفيته من المية كويس جدا. بعد كده هبتدي ان انا احمصه مع الشعرية. ما نحاولش ان احنا نحمر الشعرية جامد في الاول علشان لسه هحمص معاها الرز وهحمص معاها المكرونة، فمش عايزة لون الشعرية يغمق معايا في الاخر. انا هنا استخدمت كوباية ونص من المكرونة الصغيرة دي، اسمها مكرونة مرمرية على ما اعتقد. المكرونة دي بتبقى حلوة قوي مع الكشري. وفي الوصفة دي ما تستخدموش مكرونة تكون كبيرة، استخدموا المكرونة الصغيرة دي علشان الكشري في الاخر يطلع معاكم مفلفل وحلو والنتيجة تبقى حلوة. بعد ما حمصنا المكرونه كويس قوي مع الرز والشعريه، هنزل بعد كده باخر حاجه بقى، وهي العدس اللي احنا نقعناه. برضو هديله تحميصه حلوه قوي. اهم حاجه المرحله دي اللي هتديلكم نتيجه كشري التسويه بتاعته مظبوطه ومفلفل في الاخر، ان انتوا تحمصوا المكونات دي كويس قوي مده ما تقلش عن 4 أو 5 دقايق. بعد كده هنزل بنص معلقه كبيره من الملح، ومكعب من المرقه، ونص معلقه صغيره من الكمون.
الكمون. لو مش هتضيفوا مكعب مرقة يبقى هتضيفوا معلقة كبيرة من الملح. هنقلب كده تقليبة أخيرة، وبعد كده هضيف شوية من البصل اللي احنا حمرناه مع بعض، بس هبتدي ان انا افرمه بايدي كده، وبعد كده هضيفه على الرز بيدي طعم حلو في الاخر للكشري. واخر حاجة بقى هنزل عليها هي مقدار المية. انا طبعا هنا دي المية بتاعت العدس، المية اللي احنا نقعنا فيها العدس غليتها وضفتها على الرز والمكرونة. اخر حاجة بضيف شوية من المكرونة الاسباجيتي، بس بفردها كده على الكشري او في الحلة علشان ما تلزقش ببعضها في الاخر، تكون بعيد عن بعضها شوية. مقدار المية بيبقى ازيد شوية من مقدار الرز العادي، يعني يكون مرتفع عن الرز بحوالي 4 أو 5 سنتي علشان التسوية تكون مظبوطة. هعلي الشعلة بقى على اعلى حاجة لحد ما الرز يبتدي يتشرب. هغطي على الكشري او على الرز لمدة مثلا 4 أو 5 دقايق. اول ما يتشرب معانا خالص زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي اديله تقليبة حلوة قوي زي ما انتوا شايفين، علشان الرز او الكشري يتلدن معايا. لازم اقلبه كويس قوي. اجيب الرز اللي تحت فوق كده، او الرز والمكرونة من تحت لفوق بالشكل ده. بعد كده هساوي وش الرز وهسيبه بقى، هغطيه اديله كمان 5 دقايق او 6 دقايق على نار هادية جدا لحد ما يكمل التسوية بتاعته. هنا بعد ما سبته لمدة 5 أو 6 دقايق بالشكل ده زي ما انتوا شايفين بقى النتيجة حلوة جدا. بعد كده هغطي الحلة لحد ما الكشري يهدى لحين التقديم. في الأثناء دي بجهز بقى الصلصة بتاعت الكشري. معايا هنا معلقتين كبار من زيت اللي حمرت فيه البصل، نزلت عليه بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. هقلب الثوم مع الزيت كويس قوي لحد ما الثوم يبتدي يتحمر معانا. هنزل بنص كيلو من عصير الطماطم. دول نص كيلو طماطم ضربتهم في الخلاط ونزلت بيهم على الثوم. بعد كده هبهره بقى بنص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ربع معلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الشطة. ولو عايزين الصلصة سبايسي قوي تقدروا تضيفوا معلقة صغيرة من الشطة. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. اول ما تبتدي تغلي معايا هضيف معلقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة، ودي بتعزز معايا اللون والقوام بتاع الصلصة. هضيف بعد كده معلقة كبيرة من الخل، وهسيب الصلصة تغلي معايا دوب غلوة كمان لحد ما توصل للقوام المظبوط بتاعها. قوام الصلصة يكون حلو كده، لا هو تقيل قوي ولا هو وسط، يعني القوام اللي انتوا شايفينه ده مظبوط جدا وبيبقى حلو قوي ولايق على صلصة الكشري. اخر حاجة بقى معايا شوية من الحمص. ده الحمص ده ببقى سلقاه ومكيساه كده في الفريزر. لما بعمل كشري بطلع كيس كده وبديله رشة على الكشري. طبعا كلنا نقدر نسلق الحمص مفيش فيه اي مشاكل. وده بقى شكل الكشري بعد ما استوى وهدي معايا شويه كده زي ما انتم شايفين، مفلفل وكل حاجه مستويه وحلوه جدا. هنجيب بقى طبق التقديم ونبتدي ان احنا نغرف بقى الكشري بتاعنا. مش عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا ومفلفل زي ما انتم شايفين وكل حاجه مستويه. جربوا الطريقه زي ما قلتها لكم والمقادير، وكمان عامل معانا كميه حلوه قوي، يعني الكميه اللي معايا تعمل 3 اطباق من دول. الحمص بقى عملته وزعته بالشكل ده. هي الحركة ممكن تكون يعني مملة شوية، بس انا حبيت ان انا اقدمه بالشكل ده، ان انا ارص الحمص كده كله حمصية جنب بعضها. هي بتاخد وقت بس في الاخر بيبقى شكلها حلو ومختلف كده. وكان شكلها حلو كده عند التقديم. وكمان احط شوية حمص كده على وش الكشري او الرز في الاخر. وبعد كده بقى معانا صلصة الكشري الحلوة اللي احنا عملناها مع بعض. انا بصراحة ما عملتش لا الدقة ولا عملت شطة. اللي عايز طريقة الدقة او الشطة يقولي وانا اعملها لكم في فيديو لوحدهم. بس هي عموما يعني الصلصة فيها توم وفيها خل وفيها شطة، فمش محتاجة يعني. وانا حبيت اعمله سريع كده بما ان الوصفة سريعة كده ومنجزة. واخر حاجة بقى بنضيف البصل الذهبي المقرمش التحفة معانا اللي انا عملته معاكم. جربوا الوصفة زي ما عملتها بالظبط، وجربوا طريقة البصل دي هتعملوا احلى شوية بصل للكشري او للبصارة او للكشك او لاي وصفة انتوا عايزينها. الطبق زي ما انتوا شايفين كده شكله فخم وشيك قوي، وشكله كده يفتح النفس.
وصفة سهلة وسريعة واقتصادية، وتليق كمان كده لأفكار ووصفات آخر الشهر الاقتصادية. ما اعتقدش بقى ان محدش فينا ما بيحبش الكشري، اصلا شكله كده يفتح النفس، وطريقته سهلة وسريعة وبسيطة جدا. جربوه على طريقتي وان شاء الله هيعجبكم. بألف هنا مقدما. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.